تحية طيبة لكم مستمعاتنا، مرحبا بكم معنا في قناة نصائح تجميلية. اليوم كنقترح عليكم خلطة اللي النتيجة ديالها أكثر من رائعة في تغيير الحجبان، تغيير حقيقي. الأهم هو استعمال هذه الوصفة لمدة شهر على الأقل أو أكثر من شهر للحصول على نتائج مرضية. بمعنى ندخلوا هذه الوصفة في الروتين اليومي لحجبانكم، وانا متاكده انه غادي يجي النهار اللي تحسوا فيه بواحد الكثافه رهيبه في حجبانكم. وانتقلوا لمقادير الخلطه العجيبه اللي كنحتاجوا فيها: ربع ملعقه صغيره من القرنفل، 4 معالق صغيره من القرنفل، 2 معالق كبار من زيت ارغان، ومعلقه كبيره من زيت القطران. كنخلطوا هاد المكونات مزيان، كنوضعوهم في قرعه لمده 3 ايام على الاقل باش يتخلطوا لنا كاع المكونات مزيان ويطلقوا في بعضياتهم. وننتقلوا لطريقه الاستعمال. فمن بعد ما كتدوز 3 ايام على هاد المكونات، فكنمسحوا حجباننا بشويه ديال هاد الخليط قبل ما نعسو، وكنغسلوهم في الصباح. كنستعملوا هذا الخليط يوميا حتى كنحصلوا على النتائج اللي بغينا، والنتيجه كتبان بعد الاستمرار يوميا لمده شهر. ففي هذه الوصفه استعملنا القرنفل اللي من بين فوائده ملء الفراغات بين الحجبان، كيمنح الحجبان الكثافه والجمال. وبالنسبه لزيت ارغال المغربي فمعروف بمجموعه من الفوائد، فكيعمل على تكثيف الحجبان، ملء الفراغات وغيرها من الفوائد التجميلية الرائعة. في الأخير زيت القطران الغني بمجموعة من الفوائد. كمعلومة صغيرة، زيت القطران كيتستخرج من الخشب وكيعمل على علاج تساقط الشعر، كيعطيه القوة واللمعان، ونفس الفوائد عنده نفس الدور بالنسبة للحجبان. والمزيد من فوائد كل مكون فبإمكانكم تشاهدوا من فوائد كل مكون، سواء من زيت أرغان ولا من زيت القطران ولا من القرنفل، تحت الفيديو أو في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة ودمتم جميلات.